يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. أهلا ومرحبا بكم متابعينا مشاهدينا الأكارم في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من المسابقة الرمضانية الكبرى تحت مسمى صحابيات. بداية غير كل بداية نرحب اليوم بضيفنا الجديد وصديقنا في الاستوديو عبد الرحمن برهان. أهلا وسهلا يا عبد الرحمن. حياك الله أخوي عبد الرحمن وليلى، وحيا الله السادة المشاهدين الكرام في هذا البرنامج المبارك، برنامج المسابقة الرمضانية الكبرى تحت مسمى صحابيات، الذي نسعد باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم والإجابة على سؤال كل حلقة في هذا الشهر الكريم. نذكر بطريقة سير البرنامج أعزائنا المشاهدين أنه سوف يكون هناك صحابية في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك سوف نتحدث عنها بدون ذكر اسمها، وما عليكم سوى معرفة هذه الصحابية والاتصال على الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة والإجابة على السؤال. جميل. طيب دعنا نشرع بصحابية اليوم يا عبد الرحمن. وذكر أنها من مشاهير الصحابيات، وأنها أسلمت بمكة قديما هي وزوجها ياسر بن عامر وابنها عمار بن ياسر، فهم من السابقين الأولين في الإسلام. والجدير بالذكر كما قلنا أنها زوجة لياسر بن عامر وابنها عمار ابن ياسر، وهي سبعة أسلموا في الإسلام من غير بني هاشم، ولقيت رضي الله عنها أصنافا من العذاب لترجع عن دينها ولم ترجع. ويذكر أن حين تعذيبها طعنها أبو جهل بحربة في قبلها حتى ماتت رضي الله عنها، وكانت حينها عجوز ضعيفة، وهي أول وبهذه الشهادة أصبحت صاحبتنا لهذه الحلقة أول شهيدة في الإسلام. جميل. إذن كما ذكرنا هي أم لعمار بن ياسر وزوجة لياسر بن عمار، ولقبت كذلك بأول شهيدة في الإسلام. والجدير بالذكر أيضا أنه بعدما قتلها أبو جهل كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي جهل لجهل فيه، لما يعني لهذه الواقعة كني أبو جهل بأبي جهل. وكانت وفاتها بمكة السنة 7 من الهجرة. ولعلنا نذكر في سيرتها أنها من قبيلة معروفة وهي قبيلة آل ياسر الذين ذاقوا أشد العذاب في اتخاذهم الإسلام دينا لهم. وأيضا دعنا قبل أن نذكر هذه المعلومة نستقبل أول صلاتنا لهذه الحلقة. نقول حياك الله، من معي؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرف اسمك، من أين تكلمنا؟ أحمد إسماعيل من السودان. أحمد إسماعيل من السودان، حياك الله أخوي أحمد. هل تعرفت على الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم، الصحابية الجليلة سمية بنت الخياط. الصحابية الجليلة سمية بنت خياط رضي الله عنها. شاكرين لك أخوي أحمد، ويحالفك الحظ الجميل. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، من معي؟ أحمد. تولين أحمد. أهلا يا تولين، من الرياض يا تولين صحيح؟ رياض. أهلا يا تولين. عرفت الإجابة؟ سمية بنت الحياة. شكرا يا تولين يا حبيبتي، وتفوزين معنا إن شاء الله اليوم. عدي لا أعرف أصدقاء البرنامج. هذه لازم تعرف، هذه ما في غيرها أحد. ما يحتاج ما يعرفها. طيب خلينا نستقبل اتصال آخر. ألو. طيب لعلنا. السلام عليكم، تسمعني؟ أهلا. فوزية سعيد من الرياض. فوزية سعيد من الرياض، حياك الله أختي فوزية. هل تعرفت على الصحابية لهذه الحلقة؟ أي نعم، سمية بنت الخياط. سمية بنت خياط رضي الله عنها. شاكرين لك اتصالك ويحالفك الحظ الجميل. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم، معك يزن سعيد من الرياض. حياك الله يا يزن. عرفت الإجابة؟ ايوه. تفضل.
سمية بن خياط. سمية بنت الخياط، شكرا لك يا يزن، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. والى مشاركة اخرى ومتصل اخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، من معي ومن تكلمينا؟ محمد من الرياض. الاسم الاول لو تكرمتي. آسيا. آسيا محمد من الرياض، حياك الله أختي آسيا. هل تعرفت على الصحابية؟ نعم، سمية بنت خياط. سمية بنت خياط رضي الله عنها، شاكر لك اتصالك ويحالفك الحظ الجميل. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، من معي؟ ياسر محمد. أهلا أهلا يا صديقنا ياسر، كيف حالك؟ الحمد لله. عرفت الإجابة؟ الإجابة تفضل. سمية بن خياط. سمية بنت الخياط، شكرا لك يا ياسر، ويحالفك الحظ وتفوز معنا إن شاء الله. والآن نستقبل اتصال آخر ونقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي يا أخوي من تكلمنا؟ هلا مرحبا، منور يا أبو تركي. نورك نورك أخوي. من معي من تكلمنا؟ معك أسامة إدريس من اسطنبول. أسامة إدريس من اسطنبول، حياك الله أسامة، أخيرا سمع صوتك. الله يحييك الله يحييك، خليك الله يا أبو يسلمك تركي. الله يسلمك. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ إيه نعم. صحابية عفوا. صحابية سمية بنت الخطاب. سمية بنت خياط. سمية بنت خياط. شاكر لك أخوي أسامة صديق البرنامج، وبإذن الله يحالفك معنا الفوز في هذه الحلقة. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، من معي؟ معك عبد الرحمن محمد الجبرتي من الرياض. أهلا وسهلا بك يا عبد الرحمن، هل تعرفت على الإجابة لهذا اليوم؟ سمية بنت الخياط رضي الله عنها. سمية بنت الخياط، شكرا لك يا عبد الرحمن، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. هذا لازم يفوز السمي عاد. إيه. طيب نستقبل اتصال آخر ونقول السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حياك الله، من معي؟ معك بريان أخوك. ونعم يا أبو ريان، يا مرحبا يا مرحبا. من تكلمنا يا أبو ريان؟ يا مرحبا، نورنا والله يا عبد الرحمن. بنوركم وبنور جميع السادة المشاهدين الكرام. أخوي عبد الرحمن. الله يسلمك الله يسلمك. هل تعرفت على الصحابية يا أبو ريان؟ يا هلا وسهلا. نعم، صحابية. نعم هي صحابية سمية بنت الخياط. أبو ريان لو تذكر الاسم الأول والأخير. نعم، اسمي موسى إبراهيم. موسى إبراهيم، ونعم يا موسى. نعم حالك، الله يسلمك. الله يسلمك، بإذن الله يحالفك الحظ الجميل معنا. متصل آخر. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، اسمه كريم. حياك الله، معكم أبو أحمد من فلسطين. أهلا وسهلا بك أبو أحمد، هل تعرفت على الإجابة؟ ألو أبو أحمد هل تسمعني؟ الإجابة هي الصوت غير واضح عندي، لكن تفضل. سمية بنت الخياط. سمية بنت الخياط، شكرا لك أبو أحمد من فلسطين، ويحالفك الحظ معنا. حياكم الله. أبو أحمد هل تسمعني؟ أبو أحمد نحتاج تفضل. الاسم الأول يا أبو أحمد عشان ندخلك السحب. الاسم أبو أحمد من فلسطين، أبو أحمد طويل. أبو أحمد الطويل من فلسطين، شكرا لك يا أبو أحمد، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. وإلى متصل آخر ومتسابق جديد نقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي ومنين تكلمنا أخوي؟ حياكم الله، معك سارية حلابة من اسطنبول. سارية الاسم الأخير؟ حلابو.
سارية الحلاب، وحياك الله أخوي سارية. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ الله يسعدك يا أبا بيدة، الله يسعدك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك أبو بلال. الله يسلمك. الإجابة سمية بنت الخياط. سمية بنت الخياط رضي الله عنها. شاكرين لك أخوي أبو بلال، ويحالفك الحظ الجميل بإذن الله. متابعينك واجد يا والله يا أخي مودنا. حياك الله. متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. يا أخوان اسمعونا من التليفون وليس من الشاشة. نوطي صوت التلفزيون ونركز على التليفون بعد إذنك. ألو السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الاسم الكريم. أم أمل الجبرتي من الرياض. أهلا وسهلا بكم أم أمل. هل تعرفتي على الإجابة؟ نعم، سمية بنت الخياط رضي الله عنها. جميل، شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. وإلى مشاركة جديدة نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي يا أختي؟ منين تكلمين؟ إحسان حسين من السودان. الاسم الأول لو تكرمتي. إحسان حسين من السودان. إحسان حسين من السودان. هل تعرفتي على الإجابة أختي إحسان؟ سمية بنت الخياط. سمية بنت الخياط. شاكرين لك اتصالك، وبإذن الله يحالفك الحظ معنا للفوز بالجائزة. صوت جديد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. هلا. من معي؟ مين؟ سمعت الاسم؟ لعله مي. أنا أسمع من جدة. أنا واضح إنها من جدة، لكن إيش الاسم؟ معليش مرة ثانية. سارة بدري من جدة. والله عجزت. في اسم بدري من جدة. اسمك الأول. اسمك الأول. الإجابة سمية الخياط. شكرا، لكن إيش اسمك الأول؟ اسمك الأول. ألو. أهلا معك. اسمك الأول. بدري. شدن بدري. سارة بدري من جدة. شهد لعلها. شهد ولا شدن ولا بدن؟ زينب بدري. ها؟ زينب بدري من جدة. نعم زينب صحيح؟ من جدة. شكرا يا زينب. شكرا يا زينب، ويحالفك الحظ تفوزين معنا إن شاء الله. ما شاء الله، عاد صغار السن ما شاء الله مشاركين. اي والله متفائلين ما شاء الله. اصدقائنا. طيب نستقبل اتصال جديد ونقول حياك الله. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرف نفسي اخوي. معك يوسف محمد. يوسف محمد. من وين تكلمنا اخوي يوسف؟ من الرياض. من الرياض. حياك الله اخوي يوسف. هل تعرفت على الصحابية لهذه الحلقة؟ سمية بنت الخياط. سمية بنت الخياط. شاكرين لك، وبإذن الله يحالفك الحظ معنا. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. عبد الله. عاطف ياسر. الاسم مرة أخرى بعد إذنك. سمية. سمية بنت الخطاب. سمية بنت الخطاب. الاسم مرة ثانية. سمية بنت الخياط. سمية بنت الخياط. شكرا، لكن الاسم مرة أخرى بعد إذنكم. عاطف جاسر. عاطف جاسر. أهلا وسهلا بك يا عاطف، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. مشاهدينا الكرام، ما زلنا في استقبال اتصالاتكم، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا مقربة ولا تذهبوا بعيدا. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان. إننا قوم خلقنا رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها،
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر، بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة. مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا. عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير. نذكر أن السحب سيكون يوميا لكل المتصلين معنا الذين تعرفوا وجاوبوا بإجابة صحيحة، والسحب بقيمة $100 يوميا. تفضل عبد الرحمن. مشترك جديد ومتسابق جديد، نقول أهلا وسهلا. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مما يا أخوي من تكلمنا؟ معك أنس جمال من الرياض. الله يعافيك. أنس جمال من الرياض، حياك الله أخوي أنس. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ اي نعم الله يسلمك. الصحابية سمية بنت الخياط رضي الله عنها. سمية بنت الخياط رضي الله عنها. شاكر لك أخوي أنس، وبإذن الله يحالك معنا الحظ. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ إشراق عبد الحميد من ماليزيا. أهلا وسهلا بكم يا إشراق. هل تعرفتي على الإجابة؟ نعم، سمية بنت الخياط رضي الله عنها. سمية بنت الخياط. شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. وإلى متسابق جديد نقول أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معي ومن تكلمينا؟ الاسم الكريم لو تكرمتم. هناء سعيد من جدة. هناء سعيد من جدة، حياك الله أختي هناء. هل تعرفت على الصحابية لهذه الحلقة؟ سمية بنت خياط رضي الله عنها. سمية بنت الخياط رضي الله عنها. بالتوفيق لكم في نهاية الحلقة. ومن الأراضي الحجازية إلى أين؟ ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ مها محمد. من وين يا أستاذ مها؟ من أديس. مها مها محمد من أديس. من أديس.
جميل. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ نعم، سمية بنت الخياط. سمية بنت الخياط، شكرا لكم. أخت مها من الأراضي الحجازية إلى الأراضي الحبشية. الله أكبر. ثم إلى أين؟ ثم إلى أين؟ دعنا نتعرف على المتصل الحالي، نقول أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا مرحبا، من معي يا أخوي من تكلمنا؟ ريان محمد عبد الله من اسطنبول. ريان محمد عبد الله من اسطنبول إلى الأراضي التركية. هل تعرفت على الصحابي يا أخوي ريان؟ اي نعم، سمية بنت الخياط. سمية بنت الخياط رضي الله عنها. موفق يا ريان بإذن الله، يحالفك الحظ معنا وتفوز بالجائزة. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم. حياكم الله. معك أحمد القفاص من اسطنبول. أهلا وسهلا بك يا أستاذ أحمد. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ نعم، الصحابية سمية بنت الخياط. سمية بنت الخياط، شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. وإلى متصل آخر ومشترك جديد، نقول أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. من معي يا أختي؟ من تكلمينا؟ لعل الخط ذهب. ألو، راجعونا باتصال ثاني إن شاء بإذن الله. الله يفوقون معنا باتصال آخر. متصل آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. أيوه. أهلا وسهلا. اسم الكريم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. حنان محمد من الرياض. حنان محمد من الرياض. هل تعرفت على الإجابة يا حنان؟ الصحابية سمية بنت خياط رضي الله عنها. سمية بنت خياط رضي الله عنها، شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. وإلى متسابق جديد، نقول أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، يا مرحبا. من معي؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخوي، من معي ومن تكلمنا؟ حسن محمد نور من الرياض. حسن محمد نور من الرياض، حياك الله أخوي حسن. هل تعرفت على الصحابي يا حسن؟ ان شاء الله. كيف حالكم؟ طيبين؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، يا مرحبا بك. الصحابية سمية بنت خياط رضي الله عنها. سمية بنت الخياط رضي الله عنها، شاكر لك أخوي حسن، وبإذن الله تفوز معنا بالجائزة اليوم. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. معنا الخط. طيب. نذكر الشاشة، عفوا السادة المشاهدين، أننا أغلقنا باب التواصل عبر الفيسبوك، والتواصل معكم والدخول في السحب سيكون فقط عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. فعلنا هذا رغبة في سماع أصوات المشاهدين. نعم، ما عليكم سوى معرفة الصحابية. نعم. والاتصال أو الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة كما ذكر لكم زميلي عبد الرحمن، والإجابة وبإذن الله يحالفكم الحظ. ما شاء الله اليوم يعني الاتصالات من كل مكان في الأرض. أي والله الحمد لله. وذكر أيضا يا عبد الرحمن السادة المشاهدين اللي فازوا معنا في الحلقات الماضية أنهم يتواصلون معنا على نفس الرقم ليحصلون على جوائزهم، وقيمة الجائزة كما هو معروف $100 بشكل يومي بإذن الله. معنا اتصال يا مخرج. طيب، دعنا نرجع للصحابية عبد الرحمن. وصحابيتنا هي من آل ياسر، وسبق أن ذكرنا أنهم ذاقوا أشد العذاب وصبروا عليه من أجل أنهم اتخذوا الإسلام دينا لهم، ويعني ذاقوا أشد أنواع العذاب الجسدي والنفسي، وأصبحوا كالمغتربين في ديارهم، مع أنهم كانوا في ديار يعني يكرمون فيها، لكن مجرد أنهم اتخذوا الدين الإسلامي دينا فتعرضوا إلى هذا العذاب. ولعلنا قبل أن نذكر بعض مناقب هذه الصحابية نستقبل هذا الاتصال ونقول أهلا وسهلا، يا مرحبا. من معي ومن تكلمنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. من معي؟ حياكم الله. معك بلال محمد من اسطنبول. بلال محمد من اسطنبول، أبو ملاك. حياك الله يا أبو ملاك، شلونك؟ حياك الله. الله يحييك ويبقيك يا رب. الله يبارك فيك. هل تعرفت على الصحابية يا بلال؟
الصحابية الجليلة سمية بنت الخطاب بنت الخياط رضي الله عنها. سمية بنت الخياط رضي الله عنها. شاكرين لك أخوي بلال، وبإذن الله تفوز معنا بالسحب اليوم. متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. معنا الخط. ألو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. اسم الكريم. معك أسيل محمد من السودان. أسيل محمد من السودان، أهلا وسهلا بكم. هل تعرفتي على الصحابية هذا اليوم؟ نعم، سمية بنت الخياط رضي الله عنها. سمية بنت الخياط رضي الله عنها. شكرا لكم يا أسيل، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. وإلى متصل جديد نقول السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا والله. يا مرحبا. مما يا أخوي من تكلمنا؟ معك معتز الموسى من السعودية. حياك الله أخوي معتز من السعودية. هل تعرفت على الصحابي يا معتز؟ معتز مين أخوي؟ معتز الموسى. معتز الموسى. حياك الله يا معتز. هل تعرفت على الصحابية يا معتز؟ الصحابي موسى. الصحابية سمية خياط. سمية خياط رضي الله عنها. شاكرين لك يا أخوي موسى، وبإذن الله معتز عفوا، ويحالفك الحظ الجميل. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. اسم الكريم. محمود شرعوط من سوريا. محمود ساكن ايش؟ في اسطنبول. محمود ايش؟ محمود شرعوط من سوريا ساكن في اسطنبول. محمود شرعوف من سوريا، اهلا وسهلا بك يا محمود. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ نعم سمية بنت الخياط رضي الله عنها. سمية بنت الخياط رضي الله عنها. شاكرين لك، ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى متصل جديد ومشاركة جديدة نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا يا مرحبا. من معي من تكلمينا؟ لا، الاتصال من الرياض. الاتصال من الرياض، ولكن الاسم؟ لا، عثمان من الرياض. أفنان بيان من الرياض. أفنان. ايوه. حياك الله أختي أفنان. هل تعرفت على ليان. أفنان بيان. نعم. ليان. إيه؟ الاسم الأول ليان ولا أفنان؟ ليان بيان من الرياض. حياك الله أختي ليان. هل تعرفت على الصحابية لهذه الحلقة؟ ايوه، سمية بنت خياط. سمية بنت الخياط. شاكرين لك يا أخوي أختي. الاسم الثاني لو تكرمتي. لعلها إيه ليان بيان من الرياض. ليان بيان أو ليان عثمان. أنا كأني. لا ليان بيان. طيب نعم ليان بيان من الرياض. متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. اسم الكريم. هذه أفنان. أفنان بيان من الرياض. أهلا يا أفنان، كيف حالك؟ صديقة برنامج هذه. إيه. ما شاء الله. طيبة. الحمد لله. عرفت الإجابة يا أفنان؟ سمية بنت الخياط. سمية بنت الخياط. شكرا يا أفنان، ويحالفك الحظ معنا إن شاء الله. هذا أفنان محظوظ، بغينا ندخلها مرتين في السحب. طيب نستقبل اتصال جديد ونقول مرحبا، أهلا وسهلا، السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي أختي؟ منين تكلمينا؟ مها مصطفى من أثيوبيا. مها مصطفى من أثيوبيا. حياك الله أختي مها. هل تعرفت على الصحابية يا مها؟ نعم، سمية بنت الخياط رضي الله عنها. سمية بنت الخياط رضي الله عنها. شاكرين لك الأخت الفاضلة مها، وبإذن الله يحالفك الحظ وتفوزين معنا بالجائزة. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. هلا مرحبا. هلا مرحبا. حياك الله. الاسم الكريم طال عمرك. معك مهندس الشكلان منصور أبو رتاج. منصور أبو رتاج. حياك الله يا منصور. من تكلمنا؟ الله يحييك.
من اسطنبول. اهلا وسهلا بك. هل تعرفت على الصحابيه لهذا اليوم؟ الصحابيه هي سميه بنت الخياط رضي الله عنها. سميه بنت الخياط رضي الله عنها. شكرا لك يا استاذ منصور، ويحالفك الحظ معنا باذن الله. والى متصل جديد ومتابق جديد نقول يا مرحبا، السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معي ومن أين تكلمينا؟ او من أين تكلمنا؟ عبد الرحمن عثمان من الرياض. عبد الرحمن عثمان من الرياض. حياك الله يا اخوي عبد الرحمن. هل تعرفت على الصحابيه يا عبد الرحمن؟ ايوه. عطنا الاجابه. سمية بنت خياط. سميه بنت خياط رضي الله عنها. شاكرين لك يا عبد الرحمن، وباذن الله تفوز معنا بالجائزه. والى متصل اخر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اسمك كريم؟ هالة محمد. من وين تكلمين يا هالة؟ هالة الجبرتي من الرياض. هالة الجبرتي من الرياض. اهلا وسهلا. عرفتي الاجابه؟ اسماء بنت الخياط. اسماء بنت الخياط. شكرا. اسماء بنت الخياط. لا تاكد. تاكدي. يا ساتر، ما ودنا والله ما حد يدخل في الساحه. تفضل يا عبد الرحمن. اي والله. طيب مخرجنا، كنا انتهت الاتصالات ولا في اخر اتصال؟ في اخر اتصال. طيب عطنا اخر اتصال ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييك. الاسم الكريم من أين تكلمينا؟ أم رضوان الجبرتي من اسطنبول. ام رضوان الجبرتي من اسطنبول. حياك الله اختي ام رضوان. هل تعرفت على الصحابيه لهذه الحلقه؟ اي نعم، السيدة سمية بنت الخياط رضي الله عنها. السيدة سمية بنت الخياط رضي الله عنها. شاكرين لك اتصالكم الكريم، ويحالفكم الحظ باذن الله. مستمعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، فاصل قصير ونعود مع السحب، فابقوا معنا. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطأطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا، وهذه هي رسالة السلام. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل،
هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبنائي من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا عدنا لكم أيها السادة المشاهدون مع آخر فقرات هذا اليوم، والإجابة كانت سمية بنت الخياط كما كانت أغلب الإجابات لهذا اليوم، وهي أول شهيدة في الإسلام وزوجة لياسر ابن عمار. دعنا عبد الرحمن ندخل في سحب اليوم، الفقرة المحببة الجميلة. أي نعم، ولعل العدد ليست كبيرة ونسبة الفوز واردة للجميع. ما شاء الله. تفضل يا عبد الرحمن، أنت اليوم ضيفنا ولازم تسأل. الله يسلم. طيب احنا نرفع عشان الجميع لا واضح ما شاء الله. طيب 1 2 3 وصل الفائز. بسم الله. بسم الله. على اليمين والبركة. الفائز معنا في هذه الحلقة بمبلغ $100 ذهبت إلى الأخت إحسان حسين من السودان. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، تستاهلين أختي إحسان. إحسان حسين من السودان، الاسم واضح؟ تتصل باستمرار إحسان وتستاهل الفوز معنا. ما شاء الله. كذلك جميع المتابعين والمشاهدين. ما شاء الله ما شاء الله. إحسان حسين ألف مبروك، وبإذن الله اللي ما فازوا معنا اليوم يفوزون معنا بإذن الله في الحلقات القادمة. لا شك. عبد الرحمن، قبل نهاية هذه الحلقة فقدنا اليوم صديقنا وحبيبنا المقدم المبدع أنس أبو صقر، وعوضنا بغيابه المبدع الآخر عبد الرحمن أبو تركي. وشكرا لكم أيها السادة المشاهدون على حسن الاستماع والمتابعة. هذا عبد الرحمن بن محي الدين يحييكم وصديقه وزميله في الاستديو عبد الرحمن برهان. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر زميلي عبد الرحمن كما شكرني وشكر المقدم الآخر أبو صقر أنس بيان، وبإذن الله موعدنا يتجدد معكم غدا إن شاء الله في تمام الساعة 5 بتوقيت أسمرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا